السلام عليكم أخوتي، واش راكم لاباس؟ أخوتي أنا مازال ما فهمتش. فرنسا عندها مشاكل من الحكومة الجزائرية وكيما نقولوا ما يحتاجوهمش وما يخليهمش يدخلوا لهنايا، والنهار كامل هما لي جورناليست والصحافة كاع تاع فرنسا يطيحوا الجزائر، سمعت يطيحوا الحكومة الجزائرية. ما فهمتش أنا علاش السفير هذاك اللي في ماضي بعت مرتو لهنايا جاية لفرنسا. وبورتو دا واحد لا لوا ديالها واحد كان جور قالك وكان دبلوما يدخل لهنا. ما عرفش اسمع السفير هذا الميساج السفير الجزائري هذاك اللي في مالي. السفير الجزائري نتا والله ما عندك الونور، اقسم بالله العظيم فرنسا ما تحتاجكمش. انا بعد في مرسكن هنا علاش بعدو زبينه يا السفير بعدو زبينه، اقسم بالله العظيم بعدو زبينه. بعت مرسك الايطالي بعتها للمالكي علاش بعتيها لفرنسا هنا بعدو زبينه خسونا. سمعت لا خسونا والله. شوف انا نطلب من تبون باش يخرج هذاك السفير هذاك باش يحاسبو ويخرجو كاع والله يدخلك للحبس. مرة انت السفير اللي في مالي والله مرة ندخل الحبس اقسم بالله خصونا بهدلتو بينا. اسمع قالوا لكم على فرنسا الحكومة الجزائرية ما يخليو حتى واحد ما يحتاجو حتى واحد هنا يدخل. سمعت بعدو ما داك الصنصال مازال في الحبس ما كاين حتى واحد يدخل ولا تبعث فيه مرسك. علاش خصونا علاش بعث فيها علاش؟ كاينة حاجة سوا انت السفير حركي راك حركي سوا ولد فرنسا سوا ما عرفتش علاش انا سمعت. والله مرة السفير هذا لازم يديروا معاه التحقيق. السفير هذا الجزائري يديروا التحقيق معاه ديفيمالي ويخلصها غالية. سمعت بعث في مرسول هنايا روح يا صاحبي بدلتو بينا اقسم بالله الشرف والونور ما عندكمش. والله السفير نتايا اللي في ماضي السفير الجزائري اللي في ماضي والله ما عندك الونور اقسم بالله العظيم. اقسم بالله رخيص اقسم بالله شتا تبون قالك جامي يجي لفرنسا جامي جا. سمعت وانت جاي هنا تبع سي مرسك على مالي بعد ربي يشفيك. سمعت والله تخلصها غالية اقسم بالله العظيم تخلصها غالية. هيا السلام عليكم، بارطاجيو هذه الفيديو خوتي.